يا مساء الجمال عليكم. سمعتوا قبل كده عن العقود غير مكتوبة؟ العقد الغير مكتوب ده معروف انه العقد يعني الطرفين بيوقعوا عليه. العقد الغير مكتوب دوت بينص على انه كل طرف عارف هو محتاج ايه من الطرف التاني وواجب والتزامات كل طرف، وبالتالي الاتنين بيوقعوا عليه. تمام كده؟ العقد الغير مكتوب دوت موجود تقريبا في معظم البيوت. بيقول ايه بقى العقد الغير مكتوب اللي موجود جوه البيوت؟ بيقول انت من حقك تطلب، لكن مش من حقك في حاجات ما تاخدهاش. يعني ايه؟ يعني احنا هنفضل مع بعض، بس ايه؟ مش من حقك تطلب حاجه. هنفضل مع بعض بس عشان تصرف على البيت، هنفضل مع بعض عشان خاطر العيال، هنفضل مع بعض عشان خاطر واجهه اجتماعي، هنفضل مع بعض علشان خاطر انت اهو بيت يلمك ويلمنا، وفي نفس الوقت كل واحد فينا يبقى عارف حدوده فين. هنفضل مع بعض بس ما تطلبش اكتر من كده. هنفضل مع بعض بس علشان انت تاكل وتشرب وتنام، وانا علشان اصرف والعيال يفضلوا في حضننا احنا الاتنين. هنفضل مع بعض بس علشان خاطر كل واحد فينا عارف الحتة بتاعته. او هنفضل مع بعض بس علشان خاطر انا انبسط فقط لا غير. هنفضل مع بعض بس ما تطلبيش مني ان اتغير. هنفضل مع بعض بس ما تطلبيش مني اقعد كل شويه بقى ازن واسال عليكي والكلام الفاضي ده. هنفضل مع بعض بس علشان خاطر انا مزاجي كده. هنفضل مع بعض بس كل واحد فينا عارف التزاماته، عارف مكانه في البيت. هنفضل مع بعض، ما تقعدش تهري وتسالني كنت بعمل ايه طول النهار. هنفضل مع بعض بس اهو ظل راجل ولا ظل حيطه بلا وجع قلب. هنفضل مع بعض بس علشان خاطر مش هينفع يعني تكملة واجهة اجتماعية، مش هينفع ان احنا ننفصل. هنفضل مع بعض بس مثلا عشان خاطر الجنس فقط لا غير، او علشان خاطر تصرف عليا فقط لا غير. نفضل مع بعض بس علشان كل واحد فينا مستفيد من التاني. العقد الغير مكتوب ليه ميزه حلوه قوي، واللي بيبقوا ماضيين عليه بيبقوا شطار جدا ان هم فاهمين دريانين عارفين هم حالتهم ايه، عارفين انه هي كده كده خربانه بس كل واحد فينا هيعيش حياته، او كل واحد هيستفيد من التاني بالطريقه اللي تناسبه. ده اسمه عقد غير مكتوب. ميزه العقود الغير مكتوبه، انا مش بقول انها تنفصل او انها مش عيشه او بص، يعني طالما انت مرتاح يا معلم دي حاجه ما تخصناش، بس انا بنقول علشان نميز الحاجات. انا بقول علشان خاطر نحط ليبلينج او نحط عنوان للموضوع. لكن انت مرتاح، انت خلاص انت مع نفسك، احنا مش بنقول لك حاجه ومش هنقول عشان دي مش وظيفتنا. خلاص، سلام، اشوفكم المره اللي جايه.